السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة هنقص مع بعض كنبة كب او مجسمة، يعني من غير كورنيش خالص. تمام، اول حاجة قبل ما نبدأ هنحط البرسل على البرسل بالطريقة دي علشان نسهل على بعض، نسهل القص مع بعض. تمام، انا الكنبة اللي عندي طولها 2 متر. خلاص، هناخد لها شريحتين. هنقيس مع بعض اول شريحة 2 متر. هنقيس مع بعض كده. طبعا ال2 متر هناخدها مزورة. تمام، و50 سنتي لان المزورة بتبقى 1.5 متر. انا كده قست 1.5 متر وهاخد كمان 50 سنتي. انا دايما بحط البرسل على البرسل علشان بس الدنيا تبقى مظبوطة معايا واعرف اقص براحتي. تمام، ادي كده هنقيس 50 سنتي. تمام، وهبتدي اقص. انا كده قصيت الشريحة الاولانية. تمام، وهنقص شريحة تانية برضو 2 متر. هنخلي الشريحة الاولانية على جنب دلوقتي لحد ما نقص الشريحة التانية. برضو هناخدها مزورة و50 سنتي. زي ما قلت لكم دايما بحط البرسل على البرسل، ونظبط القماش ونبتدي نقيس مع بعض كمان شريحة 2 متر. انا بقى 2 متر بقيسها مزورة، وبعد المزورة طبعا 1.5 متر بقيس معاها كمان نص متر كمان، يبقى كده معايا 2 متر. احنا معانا احنا طبعا قصينا الشريحة الاولانية 2 متر برضو، ودي تاني شريحة انا بقصها. هنبتدي نقص. كده انا بقى معايا الشريحة التانية دي هعمل فيها ايه؟ زي ما هي متطبقة كده. تمام، واروح مخلياها لفاها كده، واخلي عندي الجنب اهو. نظبط بس اهو. هنخلي عندنا جنب دي الشريحة الاولانية اول شريحة، ودي تاني شريحة. تمام، هيبقى عندنا البرسل على البرسل كده مفتوح. تمام، وده الجنب المفتوح، وهنيجي على الجنب المقفول ونروح فاصلين العرض قاسمينه 2 وفاصلينه عن بعض. يبقى كده انا قصيت شريحة 2 متر، سبتها زي ما هي، والشريحة التانية ايه طبقت البرسل على البرسل وفصلت حتتين اللي هو نص عرض القماش. تمام، ادي هنا هنشيل واحدة شريحة، ادي هنا شريحتين، هنشيل واحدة والتانية هنعمل فيها ايه بقى؟ التانية هنجيب الشريحة الاولانية. تمام، ونوصلها ببعض، نوصل الشريحة الأولانية اللي هي بعرض القماش. خلاص، ونوصلها بنص بالشريحة التانية اللي احنا قسمناها نصين. خلاص، ليه بقى عملنا كده؟ عشان يبقى العرض عندنا احنا المفروض العرض معانا يبقى 2 متر، 2 متر و70. تمام، لما نوصل كده الاتنين مع بعض زي ما احنا شايفين كده، هوصلها لكم على المكنة دلوقتي. تمام، هنبتدي نوصلها مع بعض. تمام، هوصلها لكم على المكنة وارجع. انا كده وصلتها على المكنة. تمام، علشان يبقى الطول معايا
2 متر و70. طيب اللي هيقولي بقى ده عرض القماش 1 متر و60 وانتي قصيتي نص عرض القماش، طب 80، فكده لا لا، احنا القماشة دي بتمط. ماشي تمام. فبالمطة دي هتجيب 2 متر 70. تمام، نشيل ده على جنب خلاص، ونيجي مع بعض نقص حاجة تانية اللي هي ايه؟ الأيادي. هنجيب برضو البرسل على البرسل ونعدل قماشنا. تمام. انا ده بقى هقصها ايه؟ هقص الايادي، الايد. هقص الايد، هي طبعا كنبة 2 متر بيد، هقص الايد 1 متر وربع. تمام. يبقى عندنا الايد هقصها 1 متر وربع. 1 متر وربع ده ل2 ايد، مش ايد واحدة. تمام. نبتدي نقيس 1 متر وربع. تمام. وهنقصها مع بعض ان شاء الله دلوقتي. بصوا بقى، مفيش اسهل من كده، حاجة سهلة جدا، مش محتاجة اي حاجة ولا فيها تعقيد ولا حاجات بسيطة خالص ونعملها. نجيب بقى، احنا قصينا هنا 1 متر وربع، نلفها برضو ونخليها على البرسل كده زي ما احنا شايفين كده. البرسل على البرسل، الحتة المفتوحة ودي الحتة المقفولة، هنبتدي نفصلها، نفصل الاتنين مع بعض. يعني احنا طبقنا العرض البرسل على البرسل، وكده معانا 2 ايد برضو. ادي كده 2 ايد للكنبة. تمام. طيب هوضح لكم حاجة بالنسبة للأيادي. طبعا أنا هجيبها على العدلة، هفردها كده على العدلة. لو أنا عايزة الإيد دي كورنيش، بنبتدي نقفلها كده، نحطها نطبقها على بعض كده ونقفل جنب وكده. تمام خلاص. تمام. لا، أنا دلوقتي دي عايزاها كب، يعني مجسم. نعمل ايه؟ هنقيس مع بعض 40 سنتي. تمام. نقيس 40 سنتي كده من الطول، اللي هو طول ايه؟ احنا عندنا دي الشريحة دي طولها 1 متر وربع وعرضها 80 سنتي. هنقيس من 1 متر وربع 40 سنتي. انا يعني هنا كنت عايزة اوريكم 40 سنتي، بس طبعا مش باين. احنا كده قسنا 40 سنتي. الباقي بقى هنطبقه على بعض بالطريقة اللي واضحة قدامكم كده. تمام. هفردها لكم عشان تعرفوها تفهموها كويس. نقولوا بسم الله كده. تمام. زي ما احنا شايفين كده، ادي 40 سنتي من هنا ومن هنا برضو 40، والباقي طبقناه. تمام. ونبتدي نقفل الجنب ده بس. طيب لو هي مثلا هقفل، انا قفلتها على المكنة ورجعت لكم، يعني قفلتها وجيت. طبعا هنا هناخد الحتة اللي هي حرف التي، هنخلي الخياطة في النص ونبتدي ناخد الخياطة. هاخد لكم الخياطة وارجع. تمام. بصوا الخياطة دي ممكن نجيبها زي ما انا عاملاها كده بالطول، ممكن تجيبيها بدوران، ممكن اي حاجة زي ما انت عايزة. تمام. طيب هوضح لكم حاجة برضو في موضوع التقفيل. دلوقتي انا لو هعملها ايد، تمام، ايد، باخد الاربع صوابع وببتدي اقص واقسمها 2 كده خلاص. لا، انا اللي عندي لا، ده هي كتف مش ايد. طيب بنقفلها ازاي؟ تمام. بنيجي عند الحتة المفتوحة، استنوا ما اقربها لكم شوية عشان تبان. نيجي عند الحتة اللي احنا عاملينها على حرف التي، من عندها كده هنبتدي التقفيل. تمام. وهناخد الشلتة وهناخد الدوران ده لحد الاخر بس كده. طبعا الحتة دي مش هنقفلها. تمام. خلاص كده.
هنيجي بقى نجيب هنجيب مع بعض بقى الجسم اللي احنا وصلناهم ببعض، الحتة اللي احنا وصلناها ببعض. طبعا هنجيب من عند الوصلة دي هنعملها للظهر خلاص، ونيجي احنا طبعا موصلين حتتين، هنيجي للحتة اللي احنا عاملينها بعرض القماش ماشي، وهنيجي من ناحية البرصل اهو، البرصل اهو هنحطها كده على المكنة تمام، ونجيب الايد طبعا بصوا ال40 سنتي هنبدأها من اول من البداية كده. طبعا الايد طلعت تقريبا يمين يعني مش ظابطة، فهظبطها لكم مع بعض تمام. ادي البرصل اهو، بنيجي من الحرف اللي هو الدوران اللي هو عرض القماش تمام، وبنجيب من اول ال40 سنتي كده، ونبتدي نحط دول على بعض كده تمام. وزي ما وضحت لكم في البداية ازاي نقفل، نبتدي زي ما احنا قلنا بناخدها الدوران بقى بتاع الجسم كله بقى، حتى هي الوصلة اهي تمام، بناخد الوصلة لحد ما توصلي للنهاية تمام. اوقات بنلاقي حتة مثلا دي اكبر من دي، لا بنبتدي نشد كده وتسويها تمام. هي طبعا بتمط فخلاص هتسويها ببعض، حتى لو كانت اكبر شوية تمام بتمطي حبة حبة لحد ما تسويها ببعض ماشي كده تمام زي ما قلنا تمام. يعني هوضح لكم تاني، انا بحب اكرر كتير كتير كتير، لان يعني التكرار يعلم الشطار. زي ما قلت لكم كده بنلف كده تمام لحد هنا، ودي لا، لان في كتير بعت لي صور ان هما الحتة دي يعني لافين داير ما يدور، لا احنا الحتة الاخيرة دي لا. كده انا خلصت معاكم تمام، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.